احنا تعودنا ان موضوع ادارة الوقت ده مشكلة تنظيم. يعني مثلا تشتري اجندة حلوة، تكتب تو دو ليست، تقسم اليوم بتاعك على الساعة، تصحى بدري وخلاص المشكلة اتحلت. ومع ان الحاجات دي بتساعد، لكن هي مش المشكلة الأساسية. ولو ما ابتديتوش تفهموا الأول المشكلة الأساسية ان انتوا مش عارفين تنظموا وقتكم، مهما اشتريتوا او عملتوا او صحيتوا بدري هتفضل نفس المشكلة موجودة عندكم. وعشان كده تعالوا في الفيديو ده نفهم أساس المشكلة الأول، وهي المشكلة النفسية والعصبية. مخنا عموما مش بيهتم بعدد الساعات اللي موجودة في اليوم، مخنا بيهتم أكتر إنه يحس بالأمان، وإنه يخلص اللي بدأه، وإنه يحس إن في حد متابعه وشايف اللي هو بيعمله. لو مخكوا خسر أي حاجة من ال3 حاجات دول، مهما اشتريتوا واشتركتوا في حاجات تنظم بقى اليوم والوقت وكده، برضو هتفضل عندكم نفس المشكلة، وهتحسوا ان انتوا مش عارفين تستفيدوا بوقتكم وتتحكموا في الحاجات اللي وراكم. فالنهاردة في الفيديو ده انا مش هقول لكم على حاجات تشتروها او تو دو ليست تعملوها. احنا هنفهم اكتر مخنا بيشتغل ازاي على موضوع الوقت والتنظيم، عشان نقدر ان احنا نستفيد منه باكبر قدر من الامكان. اول حاجة تعالوا نفهمها هي مشكلة ان الواحد يبقى مركز اصلا. اساسها ايه؟ الفكره ان احنا مخنا بيشتغل تحت ضغط طول الوقت، ففي حاجتين ممكن ان هما يبوظوا تركيزك من غير ما تحس. اول حاجه بنواجهها كلنا هي التشتت الرقمي، وهو ببساطه عباره عن التليفون. كل شويه يجي نوتيفيكيشن، حاجه بقى ايميل، حاجه رساله من حد، حاجه نوتيفيكيشن من ابلكيشن ملهاش اي لازمه بتفكرك بحاجه انت اصلا مش مهتم بيها. بس صوت النوتيفيكيشن ده هو عباره عن انذار كاذب، مخك بيترجمه على ان هو حاجه مهمه ولازم يروح يبص عليها او يتعامل معاها. وهو ده فعلا اللي بيحصل تقريبا معانا كلنا. اول ما بنسمع صوت الموبايل او انه في حاجه بتحصل على الموبايل، بنروح نبص هو دي ايه بالظبط او في ايه على الموبايل. وتاني حاجه هي عباره عن التاسكات او المهام اللي نصها خلصان او في جزء منها خلصان بس مش كلها خلصت. الفكرة ان احنا مخنا بيفضل ماسك في اي حاجة لسه ما خلصتش. مجرد ما كنت بتشتغل على حاجة ووقفت شغل فيها، المخ مش بيفصل عنها وهتفضل موجودة في ذاكرتك، سواء انت حاسس بيها او مش حاسس بيها. وكون ان هي موجودة في خلفية تفكيرك، فده بيأثر برضو على التركيز بتاعك في المهام اللي انت بتعملها التانية. يعني هي من الاخر بتشغل مساحة ذهنية في مخكم. والحل هنا مش ان انا اقضي وقت اكتر بعمل حاجات اكتر، الحل بس ان انا اقفل اي دوائر مفتوحة. فمثلا لو انا كنت بعمل حاجة وسبتها ورحت اعمل حاجة تانية، ما تعملوش كده. حاولوا على قد ما تقدروا الحاجات اللي هي فاضل فيها حاجة بسيطة وتخلص وتتقفل، اعملوها على طول واخلصوا منها. زي ما بنقول كده، شيلوها من مخكم. وده هياخدنا للنقطة التانية، وهي كمية تحمل المخ. الضغط مش بيخليك بس تحس انك مش مركز، لا، هو فعلا بيأثر على المخ بطريقة بيولوجية، وفعلا بيخليك مش قادر ان انت تركز حتى لو حاولت. لما هرمون الكورتيزول في الجسم بيرتفع بسبب بقى ضغط، مكالمة، عصبية، ايا كان، بيأثر على طول بصورة مباشرة في المخ، في الجزء اللي مسؤول عن الذكريات. فده لما بيحصل بصورة كبيرة، هو فعلا بيأثر على انكم تقدروا تفتكروا الحاجات اللي انتم محتاجين تفتكروها. بيأثر على تخزين واسترجاع المعلومات. وده ممكن يحصل بقى سواء كنتوا في مكالمة شغل، سواء كنتوا بتذاكروا الحاجة مهمة، امتحان عندكم، او حتى لو كنتوا بتكلموا ولادكم وبتحاولوا ان انتوا تفتكروا هو انتوا كنتوا بتقولوا لهم ايه. وعشان كده اي حاجه وراكم ما تسيبوهاش لاخر لحظه وتعملوها، لانه في اللحظه دي المخ بيبقى اوريدي تحت ضغط، فبيبقى مش قادر ان هو يسترجع من مخزون المعلومات اللي عندكم بطريقه سليمه. والموضوع ده ليه حلين. الحل الاول وهو اسمه التنفس المربع، وهو ان انتوا تاخدوا نفس في 4 ثواني، تكتموه 4 ثواني، تخرجوه في 4 ثواني، وتكتموا نفسكم تاني في 4 ثواني، وتبدأوا تكرروها لمدة دقيقة ونص. ده بينزل الكورتيزول وبيساعدكم ان انتوا ترجعوا تركزوا تاني. وتاني نصيحة للنقطة دي هي ان انتوا فعلا تفصلوا وتاخدوا بريك، بس بريك حقيقي، مش بريك ان انتوا تروحوا تقعدوا على الموبايل وتقعدوا على السوشيال ميديا، لان ده كده مش بيريح مخكم ومش بيديله فرصة ان هو فعلا يفصل. تالت نقطة هنتكلم فيها وهي دورة التركيز بتاعنا. الفكرة ان احنا مخنا بيشتغل بإيقاع معين ملهوش دعوة بعدد الساعات. تقريبا كل 90 دقيقة خلاص الطاقة بتاعتك بتخلص. لو تجاهلتوا المعلومة دي وفضلتوا تضغطوا على جسمكم ان هو يشتغل اكتر، خلاص مش هيقدر ان هو يديكوا اكتر من كده. فالحل هو ان انتوا تشتغلوا مع ايقاع جسمكم. فمثلا لو الجسم بيشتغل 90 دقيقة، حاولوا ان انتوا تركزوا لمدة 90 دقيقة، وبعد كده تاخدوا 15 او 20 دقيقة بريك. بس افتكروا
بريك حقيقي تفصلوا فيه، مش ان انتوا تروحوا تقعدوا على الموبايل زي ما قلنا من شوية، لانه لو عملتوا كده يبقى يعتبر ان مخكم مرتاحش ومفصلش، فلما تيجوا ترجعوا تاني لل90 دقيقة اللي بعدها عشان تكملوا شغل، مخكم مش هيقدر ان هو يديكوا النتيجة اللي انتوا عايزينها. طيب ولما اجي ارجع بقى لل90 دقيقة اعمل فيهم ايه عشان استفاد بيهم باكتر وقت؟ مثلا لو انتوا بتقروا حاجة او بتتفرجوا على محاضرة او ايا كان مصدر الحاجة اللي انتوا بتعملوها، اقفلوا الحاجة اللي انتوا بتعملوها خالص وابدأوا ان انتوا شغلوا مخكم وتشرحوا الموضوع اكنكم بتشرحوه لحد. حاولوا ان انتوا تشوفوا مخكم هيقدر يجمع معلومات قد ايه من اللي انتوا استفدتوا بيها، ويقدر ان هو يترجمها ويقولها لحد تاني. وبكده بدل ما اقرا حاجة واخد بريك وارجع اقراها تاني، بالعكس اقراها مرة اخد بريك وارجع اشرحها بقى من اللي انا فهمته قبل كده لما قريتها. الفكرة ان المخ بيتعامل مع الموقف ده اكنه لغز وبيحاول ان هو يحله ويجيب له اجابات، وده بيخلي المعلومة تثبت في المخ اكتر من ان انتوا تفضلوا تقروها 3 و4 و10 مرات. النقطة اللي بعد كده ان انتوا لازم تتعاملوا مع الوقت كأنه عملة اجتماعية. احترامكم للوقت سواء وقتكم او وقت مثلا لحد تاني، ده بيدي انطباع عنكم انتوا كشخص. يعني مثلا لو انتوا على طول رايحين الشغل متأخرين او عندكم تسليمات ودايما متأخرين عليها مثلا سواء في الجامعة او في الشغل، ده بيدي انطباع مش كويس عنكم وبيخلي ان الناس ساعات تشيلكم من اي فرص ممكن ان هي تحطكم فيها. حاولوا دايما تتعاملوا مع الديدلاينز بتاعتكم او وقتكم عموما ان هو عقد، ان هي حاجة انتوا مضيتوا عليها، حاجة لازم تتنفذ وتتعامل ايا كان تمنها. ودايما فكروا انه مش انا لازم اخلص ده مثلا الساعة 5، لا انا قلت لهم ان انا هسلمه الساعة 5، فكده في التزام مني من ناس تانية وانا لازم ان انا التزم بيه. واخر نقطة هي انه كل الكلام اللي احنا قلناه ده لو اتعمل مرة وخلاص مش هيبقى ليه اي لازمة. لازم يبقى في نظام مستدام وسيستم عندكم بتعملوه دايما علشان تلتزموا على كل النقط اللي احنا قلناها. في خطوتين ممكن ان هم يساعدوكم للنقطة دي. حاولوا دايما لو انتوا عايزين فعلا تركزوا تحطوا الموبايل على النظام اللي هو بيفصل كل الاشعارات او كل النوتيفيكيشنز بتاعت الموبايل، او ممكن ان انتوا كمان تحطوه في اوضة تانية او مكان تاني بعيد عنكم. خلوا الكمبيوتر بتاعكم منظم، ما يبقاش مفتوح فيه مليون تاب وانتوا مش عارفين هي دي كانت بتاعت ايه. حاولوا ان انتوا كل اخر يوم بعد ما تخلصوا شغل او مذاكرة تقفلوا كل التابز اللي خلاص انتوا مش محتاجينها في الكمبيوتر عشان ما تبقاش مشتتة انتباهكم. وتاني حاجة هي ان كل اخر يوم خدوا بس 5 دقايق اكتبوا فيها كل الحاجات اللي ناقصة عليكم اللي انتوا ما قدرتوش تخلصوها النهاردة عشان تخلصوها بكرة. فكرة التخزين الزيادة عن المخ اللي هي هتخليكم ما تقدروش تركزوا وتفتكروا كل حاجة، النقطة دي هتساعد فيها لما تكتبوا الحاجات اللي في مخكم في ورقة لحد ما المخ والجسم بيطمن ان هي موجودة في حتة هتقدروا ان انتوا ترجعوا لها وتفتكروها، فمش بيبقى عليه نفس الضغط او البريشر ان هو بيبقى حاسس ان انا لازم افتكر كل حاجة في حياتي. الفكرة ان انا حبيت في الفيديو ده قبل ما اقول لكم انا فعلا بعمل ايه عشان انظم وقتي، ان احنا نفهم مع بعض الاول ايه الحاجات اللي مهما عملت ونظمت في وقتي واشتريت فيها برضو هتفضل ان هي ما تشتغلش بشكل صح، لانه في مشكلة اكبر ذهنية انا بعاني منها. فعشان كده بما ان احنا دلوقتي فهمنا كل النقط دي، نقدر ان احنا في فيديو تاني هقول لكم بالظبط انا بعمل ايه عشان فعلا انظم وقتي في كل يوم. ابعتوا الفيديو ده لاي حد هيفيده، وما تنسوش تعملوا لايك للفيديو وسبسكرايب للشانل علشان تشوفوا كل الفيديوهات الجاية. اشوفكم في الفيديو الجاي، باي باي.